بسرعه. شوف معدل دفاع، يدخل دي ماريا، يدخل دي ماريا، ما يدخلش بعيد، ما يمشيش لبعيد، ترجع الكره عن طريق الدفاعات الكتالونيه. البارسا من اجل التعادل، من اجل امباتي للسوبر كوبا عن طريق ميسي وغير ميسي. يمشي بالكره ليو، يحط الكره لتشافي، الزرقاء اليمامه، يحط الكره للموسيقار انيستا. كره ترجع لتشافي، تشافي والدفاع والونسو، تشافي وتشافي في صراع الاسبان. ترجع الكره للعاصمه عن طريق اوزيل، اوزيل واحده اثنين مع دي ماريا، دي ماريا يحافظ على الكره، يحفظ الكره، يعطي الباس بعد الكنترول، ومره اخرى الكره الطويله، وبيكي بيكي يسقط غونزالو، جابها لا جابها يضربها فيه، لا هذه لا تالت، ما فماش فاول. العب يا بيكي، لا فما خطا، فما خطا وسط احتجاج الجماهير للفاول للانذار، ووسط احتجاج جيرار بيكي لقرار لاوزيل فالنسيانو. الصورة المقربة والصورة القريبة في الريبلاي، ورقة صفراء شكله لمسها بيديه. إذا سنرى الصورة الأخيرة لهجمة المدريد الفايتة. هنا الكرة من غونزالو إيغوايين، غونزالو إيغوايين، فما لمسة يد، فما لمسة يد أنا نعطي فيها مخالفة لكن ما نعطيش الانذار. اتكلم أنت من بعد يا جمال الشريف في دقيقة 49 50 ثانية. أنا رأيي مع الفاول صحيح ولكن ليس مع الانذار. الآن أكبر انذار على دفاعات كتالونية مهتزة هذا المساء. هل هي بفعل اهتراء السنين أم هي بفعل قلة التركيز أم هي بفعل قوة هجوم المدريد؟ تمشي كرة لنوفا، يفكر خوفا من الهزيمة الثقيلة في فورمة الريال، ولم يكن يفكر وقتها في العودة على الريال. في رأي حط الكرة يا الخفير، جري الكرة يا ماسكيرانو، يمشي يا بيكي مازال، والكرة ترجع للأرجنتيني ماسكيرانو، ماسكيرانو طاح بيبي ولم يسقط الريال، والكرة ترجع من تشافي، تشافي يرجع بالكرة عن طريق اللعب انيستا. رجعت اللعبة العادية متاع برشلونة في لعب الكرة في مناطق الريال. خطر كبير يا المدريد، من كرة يحيون، من كرة ينعشون الامال، من كرة وحيدة يسجلون، حتى لما يكونوا ميتين يحيوا. سبحان الله، هذا الفريق ممكن الوحيد في العالم اللي مباراة سيئة جدا يسجل 2-3. يا الله، كرة ترجع انيستا بدات التيكي تاكا. البارسا رجعت له الثقة، والريال تحسه خايف شوية، خايف بعد هدف ميسي. كرة طويلة مش ممكن، والتعادل يضيع في وقت الكلام يا بيدريتو، في وقت الكلام يا ولد رودريغيز. كرة ولا أروع، كرة ولا بالأحلام، على طريقة فيلم اسمه ميدين برشلونة. شوف الكنترول، شوف الباس، اعطيني الباس، عداها منها شبعنا ملايين. الله 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 على الكنترول يا بيدرو ملا كنترول. عاود يجاهوني حتى القدام، ويكر كاسياس قال لا. ترجع الكرة مرة أخرى، البارسا من أجل العودة، من أجل امباتي سيعودون. هذه الوحوش ستعود نفسيا وذهنيا وكرويا وفنيا. لاوزي زفر خطأ، مش ممكن على الكرة، كرة شبيهة بهدف يدخل بيدرو رجل الشوط الثاني، يهرب عودة اكسلراسيون كبيرة برشا. بيدرو والحارس إيكار كاسياس. كان عليه أن يبحث على ميسي، كان عليه أن يبحث على ليو ميسي، والكرة تمشي لأوزيل، يدخل أوزيل قلت القوة الهجومية لمدريد، لكن أوزيل يحييها، أوزيل يشعل الفتيل الكردي الألماني، لاعب الناصر المانشافت، يصعد الكرة لمدريد. كرة عن طريق تشافي، ألونسو تمشي كرة لخضيرة، تمشي كرة مرة أخرى، كرة في وسط الميدان، كرة ترجع مرة أخرى عن طريق تشابي ألونسو يحط كرة 1-2. الترسيرة فين؟ اللعبة وين؟ على اليمين، تمشي كرة توزيع دي ماريا رونالدو، والدفاع 10-10 الدفاع حاليا. أوزيل ما ياخذش كرة، ترجع الكرة مرة أخرى، كرة مرة أخرى. مارسيلو يخرج فيكتور. الريال سبحانه مغير الأحوال هجوميا. الشوط الأول الريال ما عرفش يقتل اللعبة، الريال ما عرفش يقتل المباراة. في
في شوط الاكتساح. الآن هو شوط الاضطراب، هو شوط الخوف، شوط الحيطة على الأقل، شوط الحذر على الأقل. يمشي مارسيلو لتشابي، 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني. كل المباريات طويلة إلا أنت يا كلاسيكو العالم. ترجع الكرة في غمضة عين من 20 دقيقة الأخيرة. البارسا يهاجم من بيكي يمشي بالكرة عن طريق اللاعب بيدرو يحط كرة مونتويا الباك رايت الجديد، يرجع بالكرة بيكي تمشي لتشابي وسط الميدان، كرة مدريد عن طريق اربيلو دي ماريا بيبي اوزيل يمشي غونزالو. إيغواين في رأيي لازم يخرج في الشوط الثاني تقريبا تكملة عدد اللاعب الأرجنتيني، ولو انه ما نظلموش الكرة ما وصلتش. الريال هجومي في الشوط الأول، دفاعي في الشوط الثاني. استعمل القاذفات للصواريخ في الشوط الأول، في الشوط الثاني صار يركز على خطة الدفاع. سامي خضيرة مش ممكن، مش معقول. بدع ولد خضيرة ولد الحمامات، ولكن على شاطئ الساحل الجميل لم يسجل الهدف الثمين. أي صيد ثمين ضيعته يا خضيرة يضيع القاضية، خضيرة يضيع الثالث بعدما ضيع بيدرو التعادل. هل يندم الريال على هذه الكرة راس؟ عمل كرات اوزيل، وعمل دخلات رونالدو، وعمل انطلاقات دي ماريا، وعمل فنيات بنزيما، ولكن ما حدش الكرة بصنعة بوتراجينيو او راؤول بلانكو غونزاليز. ترجع الكرة دي ماريا حط كرة السامي، يرجع السامي وتشابي. اليوم عملوا ماتش كبير برشا، في فترة من الفترات فوقوا وتوفقوا قدام الوسط الأقوى في العالم، وسط البارسا. ترجع الكرة مرة أخرى مدريدية، كرة تضيع. قل أيضا المردود بتاع دي ماريا. غونزالو إيغواين بعض اللاعبين طبعا بدنيا ما ننساوش في بداية وقريبة ومش ممكن ضيعها. ضاعت الكرة. فرصة كبيرة من جوردي ألبا. لابيل طلب الكرة ولا أروع. يا جوردي ما فماش اوفسايد. كسر التسلل جوردي ألبا كيفاش طب الكرة، ولكن تباطأ في الأخير. فرصة كبيرة لهدف التعادل، لهدف الحسم. خرج تقريبا على خط الاوفسايد. كرة تمشي مرة أخرى للبارسا. البارسا أفضل في الشوط الثاني، البارسا أخطر في الشوط الثاني، البارسا أقرب في الشوط الثاني، ولكن الريال عاجز عن استثمار المساحات والفراغات وتفوقه العددي. هذه الخرجة متاع جوردي ألبا ذكرتني في هدفه ضد الطليان في مرمى بوفون. لابيل وكيفاش خرج من وراء المدافعين وقال له هاني جيت. اليوم خرج الدفاع بيبي في الوقت المناسب. ترجع الكرة مرة أخرى الكرة، لكن الدفاع. ترجع الكرة الريال خلاص اختار جول. مش ممكن يا إيغوايين، مش ممكن يا قاتلهم، مش ممكن يا معذبهم، مش ممكن يا معقدهم. هي تستعمل ككلمات في التعليق للمنافس وضد المنافس، ولكن اليوم ضد فريقك وضد جمهورك وضد انصارك. قداش تضيع يا ولدي، قداش تضيع يا غونزالو. مش ممكن مش تقول لي طلب الكرة ممتاز يعطيها له مقشرة، قال له حطها في الشبكة اضربها في البار. مش ممكن يا ولدي، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها القائم والعارضة وكل الحراس وكل الفرسان، وقد تبكيك كرة القائم البوتو يا الريال بآخر ال90. مش ممكن عاد، هذه مقصرة. قال له حطها في الشبكة خل نروح، وما سجلهاش، والكرة ما كتبتش في الثالث لمدريد. فهل تكتب للبارسا في سيناريو غريب؟ اللقاء الغريب. يدخل الآن رقم 9 تيو باش يدخل في البارسا، وبنزيما باش يدخل في الريال، وحسبة بحسبة، بكرة بكرة، تغيير بتغيير. الريال خطير بالمرتدات، لم يقتل المباراة، والبارسا يبقى في أمال ميسي. كرة أخرى ترجع، دفاعات البارسا مفتوحة، والكرة تفتح من خطيرة، يسدد ما يوصلهاش، والكرة ترجع لتشابي. وين يا تشابي؟ هذه متعود بها، متعودة دائما يا تشابي. الكرات الثابتة لها عنوان اسمه الاستثمار، واسمه اللعبة الاستراتيجية، واسمه كرة تغير موازين وتقلب الحسابات. هل هي لكم؟ هل من نصيبكم يا ليو؟ ميسي وزع كرة وترجع بهدية إلى الركنية هدية للسيرخيو الراموس يهديها. لما اسمع لك هكذا قال راموس،
وأن المعاناة في الدقيقة 87 في الدقيقة 87. يا الله من كلاسيكو ناري، يا الله من كورة للتاريخ، يا الله من لحظة للتغيير. كورة تمشي من تشافي ويرجع بالراس. شوف الكورة ترجع مرة أخرى خطيرة. السونغ يمشي بالكورة يضرب التايو والركنية الموالية لبرشلونة. النار هنا في استاد البرنابيو. رونالدو ينهيها، رونالدو وفيكتور يقول له لا عمرك ما سجلت فيا دوبليتا ومش الليلة. ترجع الكرة خطيرة في متابعة بيبي يلعب كرة راسية مؤمنة ليوكار. ورا تعود لكاسياس. النصف ساعة المجنونة ضيعت برشلونة، والبارسا ب10 لاعبين يجبر الريال على تأدية معركة الكلاسيكو للختام لما بعد 90. ترجع كرة المودريتش، يمشي لوكاس، يلعب اللاعب بالمدير مودريتش المدير، تمشي البنزيما يلعب الكرواتي. ترجع الكرة على اليمين، كرة للريال لاستهلاك اللحظات لقتل الثواني بآخر المباراة. كرة من بيبي يحط كرة ويهرب بها كاليخون، لكن تهرب عليه. بين يهرب بها وتهرب عليه تتغير المعطيات وترجع على التماس لبرشلونة. 90 يا البارسا 90 بذكريات ستانفورد بريدج، بذكريات ماتشات في التاريخ واهداف غيرت المعطيات. املنا الليله الكازابلانكا هي العريسه، هي العروس، هي العريسه وللغه اخرى. كثير والتسديده وجول. لا من سامي، ماتش كبير من خضيره، ماتش كبير من سامي خضيره. المدير مودريتش الكرواتي كان ممكن يبدا من باب كبير، والكره ترجع للريال. راموس 3 دقائق وفات ولا ما زالت، انتهت ولا ما زالت. يمشي مودريتش، تتحط الكرة 1-2. المرنجي يقرب خطيرة العرضية والكرة ترجع. يحبوا الحق ولا ولد عمه؟ الحق طبعا. الريال يستاهل هذه البطولة. سيكون السيناريو قاسي جدا أن تسجل الآن يا برشلونة. خطيرة جدا، كرة صعبة وكرة خطيرة وفرصة والحارس يكر. كاسياس القديس يمنع كرة التعادل. هذه لو كانت عند بيدرو جول، لو كانت عند فيا جولاتو. والاختلاف بين الجول والجولاتو أنه ممكن بيدرو يضربها أرضية على اليمين زاحفة في اللونجل في الرواق، ولكن فيا ممكن يرفع اللوب. ترجع الكرة مرفوعة من ركنية، ترجع الكرة الأخيرة مدريدية عن طريق بنزيما. ما زالت الخطورة، ما زال انيستا يدخل من أجل إشعال النار في آخر اللحظات. كرة المدريد يهزم البارسا لأول مرة من 4 سنين في سانتياغو برنابيو، ويربح أول ألقاب الموسم، أول لقب في التمبورادا الجديدة. فرحة كارانكا وفرحة واسترخاص باشلوان. اللقب 20 لمورينيو كمدرب، والثالث مع الريال مدريد. شرب من لا ليغا، حقق الكوبا، واليوم يغدو بالسوبر كوبا. ومطلب الملايين هي الشامبيونز ليج الأوروبي. هكذا أصدقائي المشاهدين استمتعنا بكلاسيكو غير عادي، استمتعنا بكلاسيكو غير اعتيادي، كلاسيكو الاستثناء، كلاسيكو كرنفال الكورة، فرحة الكورة، صورة الكورة. هي صور من الحياة أو صور من الملاعب أو صور من المجلد الأخضر أو صور كورة 450 غرام. ما أثقلك يا كرة أوروبا، ما أروعك يا كرة مدريد وبرشلونة، ما أروعك يا الكلاسيكو. نعم أحبك يا الكلاسيكو. هكذا أصدقائي المشاهدين تابعنا 90 دقيقة من نار. التبريكات لمدريد ستتواصل في لحظات، الأفراح تبدأ. هذه مجرد معركة لمعارك قادمة، وهي معركة من حرب ضروس، حرب 100 عام بين البيضاء ريال مدريد وبين الكتالان سي برشلونة. ملا كورة، ملا تكنيك، ملا فيزيك، ملا تكتيك، ملا روح، ملا جرينتا، ملا كورة.
كرة البرنابيو تنتهي 2-1 لريال مدريد. الجول الاول جونزالو هيجواين، الثاني للتأمين دور رونالدو، ثم سجل تغيير الفارق ليو ميسي من كرة سرعتها 112 كيلو وبدقتها على يمينه كارز. ماذا سيتحدث؟ ماذا سأقول؟ الحبال الصوتية راحت ولكن الأقدام العالمية لم تذهب أبدا. الآن على الهوى من البرنابيو إلى هوانا هناك في الدوحة، هناك في استوديو خالد ياسين يتكلم عن كباتن. مبروك لكل المدريدي، هذه مجرد سوبر مهمة ولكن الليغا أهم، والشامبيونز هي عروس وزينة كل الكؤوس. هكذا ننهي في فاصل ثاني على أن نعود مع البوديوم مع من سيرفع الكاس ومن سيرفع اللقب ومن سيتقلد اليوم لقب الوصافة بعد